السلام عليكم. حلقة جديدة هنتكلم فيها عن القمة الأولى في الجولة 15 في الدوري الإنجليزي اللي كانت بين تشيلسي وأرسنال على ستانفورد بريدج، واللي خلص 1-0 للأرسنال، واللي بيها قدروا يحافظوا على الصدارة من تاني. أنا محمد أبو دهب. حلقة جديدة هنتكلم فيها عن تحليل الماتش سريعا. يلا بينا. قبل ما نبدا، احنا عارفين ان الماتش اي فريق في نفس المنطقه ده بتسمى ديربي، زي مثلا تشيلسي وارسنال توتنهام وارسنال تشيلسي وتوتنهام، بيكون ماتش مختلف خالص عن بقيه الماتشات في الدوري. بمعنى ايه؟ بمعنى ان حتى لو اداء ارسنال كان احسن من تشيلسي طول الموسم، فالماتش ده بيبقى مختلف تماما، وتقريبا الانديه بتنزل فيه نفس النسبه متساويه في الفوز. انا كنت متوقع ان تشيلسي تلعب باداء احسن من كده، لكن جراهام بوتر كان ليه راي تاني خالص. والحقيقه ان قبل ما نبدا انا يعني عايز اشكر توماس توخل ان هو بالفريق ده قدر ياخد تشامبيونز ليج، قدر ياخد سوبر اوروبي وكاس العالم للانديه، لان الفريق فعلا مش مؤهل خالص ان هو ياخد بطولات كبيره زي كده. وطبعا الطريقه السيئه اللي مشي بيها من اداره تشيلسي الجديده. لكن خلينا اول في الماتش بدا تشيلسي نزل بتغييرات مختلفه، لان لحد دلوقتي جراهام بوتر مش مثبت اي خطه. هو طبعا عنده اصابات كتير، عنده جيمس وعنده تشيلويل وعنده كانتي وعنده لعيبه كتير قوي، ولكن كان عنده فرصه ان هو ينزل بتشكيله احسن، خصوصا ان كوفازيتش كان في الدكه وكولوبالي كان في الدكه. وهو الماتش اللي فات لعبوا وقالوا ان هم ما عندهمش اي مشاكل، ان هم كان المفروض يلعبوا الماتش ده، لكن معرفش ليه حطوهم على الدكه ولعب بلوفت تشيك في نص الملعب. الحقيقه ده لعيب فعلا لغز، معرفش ليه كل المدربين اللي بيعدوا على تشيلسي بيشوف في حاجه مختلفه وبيلعبوا بيه اساسي، معرفش ليه الصراحه. فده كان اول حاجه، كانت غلطه جراهام بوتر ان هو بدا بتشكيله مختلفه. تشيلسي طول الماتش يعتبر ما جاش خالص، عمل طول الماتش 4 فرص وشوط على المرمى، وده طبعا رقم وحش جدا، وتقريبا ده اسوأ اداء لتشيلسي في اخر سنتين مثلا. قبل ما نبدا الماتش طبعا شفنا الكلام اللي كان بين اوباميانج وارتيتا، ان هو اوباميانج كان مشي من ارسنال بطريقه رخمه، وان هو كان عايز يرجع الماتش ده ينتقم، وعامل زي اعلان كده مع تشيلسي ان هو الماتش ده هيبقى مختلف، وان هو اكنه ما لعبش اكيا في ارسنال. وطبعا ده كان فيها مشكله كبيره، ان ده حط ضغوطات كبيره جدا عليه ان هو لازم ينزل يكسب ويجيب جون، لكن هو ما عملش كده. حتى جابرييل لما جاب جون وراح احتفل، راح احتفل جنب اوباميانج، وبعد كده اوباميانج خرج ويعتبر ما عملش اي حاجه في الماتش، ولا هو ولا ستيرلينج ولا ماونت ولا اي حد في هجوم تشيلسي. جراهام بوتر غلط ان هو نزل الماتش ده خايف ومش بيضغط. جراهام بوتر مع برايتون كان مختلف تماما، كان بينزل يلعب اي فريق. في الموسم ده كسب مانشستر يونايتد في الشوط الاول 4-0 مع برايتون، لكن معرفش ايه اللي حصل لما جه تشيلسي. والحقيقه ان هو لازم يفهموا ان هو حاليا بيمرن تشيلسي مش بيمرن برايتون. يعني ايه؟ يعني برايتون هو ممكن ينزل يلعب ماتش ضاغط او مش ضاغط، ممكن يجرب يطلع بنتيجه كويسه او لا، لكن في تشيلسي الموضوع مختلف، او في اي فريق من توب 6 الموضوع مختلف، ان هو لازم هدفه الاساسي ان هو ينزل يكسب، خصوصا ان ده ديربي كمان مع ارسنال مش ماتش عادي. طبعا الجون اللي جه ارسنال كان عن طريق جابرييل من ضربه ركنيه، كورنر اتلعبت من ساكا لجابرييل، الكره عدت بطريقه غريبه جدا، عدت من دفاع تشيلسي كله، معرفش ازاي اصلا وصلت لحد جابرييل بالمنظر ده، عدت مندي وعدت مدافعين كلهم، فالموضوع كان غريب. تشيلسي عامه مش اول مره يخش فيها جون من ضربه ركنيه بالطريقه دي، الماتش اللي فات برضه في برايتون في الدوري لبست جون بنفس الطريقه، وعندها مشاكل ان هي مش بتعرف تدافع قدام الكورنرات، نفس الكلام ما بتعرفش تجيب الجوان بالكورنرات. نفس الكلام ماتش قبليه، الماتش بتاع مانشستر يونايتد كان كوره برضو عرضيه اللي جت على راس كازيميرو وجابها جون. فتشيلسي لازم تظبط النقطه دي. تشيلسي قدامها ماتشين قبل كاس العالم، كاس قدام مانشستر سيتي، ونيوكاسل الفريق الرخم جدا في الدوري. فانا اعتقد تشيلسي ممكن الماتشين دول كمان ما يخرجوش بنتيجه ايجابيه. شفنا شويه اخبار ان جراهام بوتر اجتمع مع البورد بتاع تشيلسي وشكلهم هيمشوه، غالبا هيكون بعد الكلام ده بكاس العالم. والصراحه انا لو القرار ده اتنفذ فانا هكون معاه. انا مش من النوع اللي انا بحب ان المدربين يمشوا بعد فتره قريبه او ما ياخدوش فرصه كبيره، لكن واضح ان هو مش جاي، مش هيعمل مشروع، مش هيقدر يمسك الفريق. في اختيارات كتيره للمدربين ممكن نشوفها بعد كاس العالم. في مدربين هم مسكوا المنتخبات بعد كاس العالم ممكن يروحوا تاني للفرق، عندنا كذا اختيار ممكن نبقى نتكلم عليهم برضو. لكن تشيلسي لازم بعد كاس العالم تفوق من حيث الانتهاءات الشتويه، لازم تجيب صفقات كتيره، محتاجين مهاجمين. هجوم تشيلسي عقيم بطريقه غريبه جدا، اللعيبه بتعرف تستلم كوره. نفس الكلام من الوينج باك اليمين والشمال، دول لازم يجيب بدله لتشيلويل والجيمس، خصوصا الناحيه الشمال تشيلويل واضح ان هو مش هيرجع دلوقتي. من ضمن الاختيارات اللي هتبقى مطروحه لتشيلسي بعد كاس العالم لو جراهام بوتر قرر ان هم يمشي او ان الاداره تمشيه، هيكون مورينيو من روما، فيليك من المانيا، ولويس انريكي من منتخب اسبانيا. لكن طبعا الكلام ده بدري، الكلام ده هنقدر نشوفه اكتر بعد كاس العالم، ممكن كمان مدربين يظهروا بعد كاس العالم يبقى عليهم العين، وساعتها يقدر نجيب مدرب جديد وممكن لعيبه جديده كمان من كاس العالم.
ارسنال بفوزه ده حافظ على الصداره تاني، وحافظ كمان عليها بشكل معنوي قوي بعد الفوز بماتش الديربي على تشيلسي. والحقيقه ان هم لحد دلوقتي فريق بيلعب كره حلوه جدا، والماتش ده كان يستحقوا ان هم يكسبوا اكتر كمان من 1-0. لكن الكلام بعد كاس العالم اعتقد ممكن يختلف، ان هم لو قدروا يدعموا الفريق جامد في سوق الانتقالات الشتوي في يناير ممكن كمان يفوزوا بالدوري. دي كانت حلقه سريعه كده عن تحليل ماتش ارسنال وتشيلسي في الجوله 15. اشوفكم في حلقه تانية قريب هنحلل فيها ماتش ليفربول وتوتنهام. سلام عليكم.